وجول وعدل وشاط. سمير محمد علي بيسلم في الكورنر. لعبه حلوه من رضا ولعبه احلى من سمير. حلوه قوي، لعب جميل. فطبعا كان رضا مش بقول كده بفخر يعني، كان لعيب يعني. رضا كان كابتن عظيم، كان اخ كريم. الاسماعيلي واحد من افضل اللاعبين اللي ادوا في نادي الاسماعيلي ولعبوا. رضا لما كان يصاب كان كلنا بننقل قعده القهوه وقعده اصدقاء ننقلها في البيت عند رضا. الجماهير كانت بتستقبله مع كل فوز بالتهليل، وطبعا لانه لعيب ليه تاريخ. سمير محمد علي الزحلق وكرة تطلع قصيرة برجيلة ده العربي، والعربي هيدي الرضا ورضا وجول وعدل وشاط. سمير محمد علي بيسلم في الكورنر. لعبة حلوة من رضا ولعبة أحلى من سمير. حلوة أوي، لعب جميل. سمير محمد علي الزحلق وكرة تطلع قصيرة برجيلة ده العربي، والعربي هيدي الرضا ورضا لعب رضا في جميع مراكز الهجوم في وقت كانت خطط اللعب السائدة تقوم على الظهير الثالث وخمسة مهاجمين، ولعب جناحا للفريق القومي، وكان من أبرز اللاعبين في هذا المركز في المباريات الدولية، وكان رجل كل المباريات الصعبة واللحظات الحرجة. كان رضا قائدا لفريقه وهدافه وصانع ألعابه، وامتلك من المهارات الفنية ما لم يمتلكه لاعب كرة في تاريخ الكرة المصرية. برع في المراوغة والترقيص وتسجيل الأهداف من جميع الزوايا، واشتهر بإجادته للضربات الثابتة. كان إنسانا بمعنى الكلمة، يعشق الإسماعيلي والكرة ويحب زملائه ويضحي بما لديه من مال من أجل ناديه. من الحاجات اللي كان رضا دايما يحرص عليها لما كنا نبقى في أوضة اللبس وخلاص هنبدأ ننزل مباراة، كان يتمم على اللعيبة لعيب اللي شرابه نازل يخليه يطلعه للفانيلا بره، يخليه يدخلها، وبروح رياضيه وبحب وبأخوه. كان يحب الحياة والضحك والعزوة، كان لاعبا له ثقله ويستطيع أن يقلب كل الموازين في أي مباراة لصالح فريقه. حتى وهو مصاب كان يحرز الأهداف، رغم أنه قفز بالإسماعيلي إلى مصاف الأندية الكبرى، وأصبح بفضله بعبع لأندية القاهرة الأهلي والزمالك والترسانة. ورغم شهرته التي ملأت الآفاق إلا أن الغرور لم يصل إليه، ولم يتعالى على زملائه وأبناء بلده، بل كان يذهب ويحل مشاكل الصديق والزميل ويتوسط لدى المسؤولين ليلحق أصدقائه في الأعمال الحكومية وهيئة قناة السويس، بينما هو يعمل على بناء ظهورات في هندسة الري بالإسماعيلية كعامل يومية ب 18 قرش. تدرج وكان أمنية حياته كلها إن هو يلبس صول في الجيش، وفعلا تدخل المشير ولبسه صول في القوات الجوية. كان وقتها هذا كان الكابتن شحتة عدى بقى وكان ملازم أول في القوات الجوية برضه. وخلال مشاركة رضا مع الإسماعيلي تم تسمية الدراويش بالعديد من الأسماء، وفي مقدمتها فرقة رضا للفنون الشعبية وفرقة رضا للفنون الشحتية، نظرا لنجومية رضا في ذلك الوقت مع الثنائي الخطير العربي وشحتة. وكان اللاعب الوحيد من أندية الدرجة الأولى الذي مثل منتخب مصر وهو في عمر 18 سنة. كابتن رضا بالمناسبة كان أول لعيب أو اللعيب الوحيد في تاريخ منتخب مصر اللي راح المنتخب من الدرجة الثانية. كان بيلعب في الدرجة الثانية سنة 61 وجاله الاستدعاء بتاع منتخب مصر، وراح لعب ماتش البرازيل، أعتقد كان ماتش ودي. فكانت حاجة بالنسبة لنا برضو إنه الإسماعيلي موجود وقتها رغم إن إحنا كنا في الدرجة الثانية. بس رضا في شارع الجيش قبل ما يتولد والدتي حلمت إن هي شافت نور في الحلم، فقالت أنا لو ولدت ولد هسميه محمد. فاليوم اللي اتولد فيه كان الشاه الامبراطور بتاع ايران كان جاي يخطب الملكه فوزيه، وهو راجع فوالدي في السكه فكر ان يسميه رضا على اسم الشاه. فلما رجع البيت قالت له لا مش هنختلف، هنسميه محمد مرسي، ورضا ده يبقى اسم الشهره.
هو محمد مرسي حسين الشهير برضا، الذي ولد في 8 ابريل 1939 بشارع الفن بحي المحطة الجديدة بالإسماعيلية، وظهر نبوغه المبكر منذ عرفت قدماه الطريق إلى الشارع، ثم التحق بفريق المدرسة الميرية عام 1944، وظل يلعب لفريق المدرسة في مرحلتي الابتدائية والإعدادية حتى نهاية عام 1953. فأول مرة الإسماعيلي يعمل ناشئين كان سنة 53، واختارونا من دوري المدارس، وبدأنا في هذا الملعب اللي هو ليه أجمل وأحلى الذكريات. كبر طبعا وراح مدرسة طه حسين دي اللي في شارع التلاتيني، حيث بدأ قصته بلعب كرة التنس التي أكسبته المهارة العالية نتيجة لصغر حجمها، وهي الكرة التي كانت متواجدة بصفة دائمة في شوارع الإسماعيلية آنذاك. بعد كده فضل يلعب في الشارع الكرة الشراب دي بقى كل يوم في مكان، مرة في شارع فاروق، مرة مش عارفة في العرشية، مرة فين. كان موهوب يعني، كان تحس ان الكرة لما تلبس في رجله انتهى، لازم تخش بجون يعني. رضا تحديدا كان صاحب فولكلور، لعب الكوره في الشارع بكره التنس، وكان في جمهور كبير بيحضر المباريات دي في الشارع، وكان بيجي وفود وفرق تلاعب فرقه رضا من بورسعيد والسويس. طبعا فرقه رضا كانت لازم تكسب. في عام 1954 التحق الأسطورة رضا إلى جانب الثنائي الكونتي شحتة والعربي مكتسح الملعب إلى أول فريق ناشئين بالنادي الإسماعيلي، وذلك بناء على طلب الكابتن الراحل علي عمر الذي كان يتولى مسؤولية قطاع الناشئين في ذلك الوقت. فلما راح خدوا المدرب علي عمر، راح معاه وقع لهم بقى وراحوا يلعبوا في النادي، فراحوا لعبوا مره بورسعيد وانا رحت وراهم النادي، فايه لقيت بتوع بورسعيد مستهترين بيه قوي. قال له هو ده رضا اللي بيتكلموا عليه وقلبين عليه الدنيا؟ ده اي كلام، مش لعيب حلو. انا كنت قاعده ورا الناس اللي بيحكوا كده، زعلت قوي. وما رجعت بيتنا قلت لها كره ايه يا ماما، ده لازم يبطل كوره ولا يروح يلعب ولا حاجه. وفي عام 1955 توج رضا ببطولة دوري المدارس بعد الفوز على مدرسة بورسعيد الإعدادية في المباراة النهائية. إلى أن دخلنا مدارس، فكنت أنا في مدرسة الأمير فاروق اللي هي بعد كده سميت النجاح، وكان رضا في مدرسة الأميري اللي هي دلوقتي اسمها طه حسين، وكان المرحوم شحتة في مدرسة فؤاد الأول اللي هي بعد كده سميت الاستقلال. فكان كل واحد فينا في مدرسة، وكانت المدرسة مسمية باسم كل واحد فينا. مدرسة النجاح في مدرسة العربي، مدرسة طه حسين مدرسة المرحوم رضا، مدرسة فؤاد الأول مدرسة شحتة. كان رضا في الوقت ده صغير جدا، فراح كانوا عند قهوه اسمها قهوه علي الزبير، وشربوا عصير مانجا هو وشحته ودول قالوا هيلعبوا فين؟ يوقعوا للنادي الاسماعيلي. وفي 10 يناير 1956 خاض رضا أول مبارياته مع ناشئين الإسماعيلي، والتي كانت أمام المريخ البورسعيدي، واستطاع الفوز بالمباراة بنتيجة 2-1 حيث أحرز رضا هدف الفوز. وكان فريق ناشئين الإسماعيلي يضم في ذلك الوقت كل من رضا وشحتة والعربي وفاروق مرسي شقيق رضا، وخليل أحمد خليل، ويسري طربوش، وعلي البيك، ومحمود عبد الرب، وسيد خفاجة، وعلي عثمان. وفي 16 مارس 56 لعب رضا أول مبارياته الرسمية مع الإسماعيلي، والتي كانت أمام الترسانة بالقاهرة، وظل ضمن منافسة مسابقة الدوري العام، وكان عمر رضا في هذه المباراة لم يتجاوز 18. وفي العام التالي انتقل القوام الأساسي للإسماعيلي في مقدمتهم صلاح أبو جريشة وفتحي نافع وبيدو لصفوف نادي القناة لتأمين مستقبلهم الكروي، إضافة لسفر طه أبو العلا للعب في قطر، وانضمام سيد شارلي وعوض عبد الرحمن لنادي الأولمبي السكندري، فضلا عن اعتزال البعض الآخر وأبرزهم مصطفى لافي ودميان، مما أدى لهبوط الدراويش لدور القسم الثاني عام 1958. طبعا كنا كلنا لسه صغيرين، ما تعداش كل واحد فينا 16-17 سنة. بدأ لعبنا ونزلنا للدرجة الثانية. طبعا رضا كان أكبر واحد فينا سنا، مواليد 18/4/39. المهم ايه، في الوقت ده كان بيلعب في نادي الاسماعيلي عتاولة الكوره اللي هم كان بيض وانا بذكر منهم، وكان عادل زي ابو جريشه، ده سيد ابو جريشه وما اعرفش مين، كل دول راحوا فجأة سابوا النادي الاسماعيلي وراح عشان هيئة القناة بتدي ميزات
بتشغله في الهيئه وتديله بيت ويبقى مشترك في النوادي. كانت الهيئه دي ليها ميزه كبيره قوي. اول بدايته لما المجموعه الكبيره بتاعت نادي الاسماعيلي اللي هي برئاسه المرحوم سيد ابو جريشه والمرحوم فرج والمرحوم صلاح ومعهم فتحي نافع وربنا يشفيه كابتن بيضو، سابوا نادي الاسماعيلي وراحوا يلعبوا نادي القنال. فاضطر الكابتن رضا ان لمنا كلنا واحنا ناشئين واخدنا ولعبنا في نادي الاسماعيلي. صعدوا بالاسماعيلي، يعني صعدوا بالاسماعيلي 62 63، فلعبوا سنتين 64 65. احنا لما حصل بقى بعد كده احنا لعبنا 65 66. وبجهد الفنان رضا ومع الثنائي الشحتة والعربي نجح الإسماعيلي بعد مرور 3 مواسم في العودة مجددا لمسابقة الدوري الممتاز موسم 61 و62 بعد الفوز في لقاء الفاصل أمام السويس ب4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في 22 إبريل سنة 1962، حيث سجل رضا خلال مباريات هذا الموسم 28 هدف دفعة واحدة. عقب نجاح الدراويش في الصعود للممتاز حصل لاعبو الفريق على مكافأة مالية وقتها قدرها 6 جنيهات، وتمكن رضا بموهبته الفذة أن يجذب الأنظار إليه في كل مباراة يلعبها بألعابه السحرية الخارقة وقدرته الفائقة على تسجيل الأهداف من جميع الزوايا والأوضاع. وكان اللاعب الوحيد من أندية الدرجة الأولى الذي مثل منتخب مصر عمره 18 سنة. كابتن رضا بالمناسبة كان أول لعيب الوحيد في تاريخ منتخب مصر اللي راح المنتخب من الدرجه الثانيه. كان بيلعب في الدرجه الثانيه سنه 61 وجاله الاستدعاء بتاع منتخب مصر وراح لعب ماتش البرازيل، اعتقد كان ماتش ودي. فكانت حاجه بالنسبه لنا برضو انه الاسماعيلي موجود وقتها رغم ان احنا كنا في الدرجه الثانيه. بس حتى انه لعب اكثر من 20 مباراه دوليه، كما مثل مصر في دوره روما الاولمبيه عام 1960 والدوره العربيه بالمغرب 1961 والدوره الافريقيه في غانا 63 والدوره العسكريه بالمانيا الغربيه 64. احرز مع المنتخب المصري 11 هدفا في 18 مباراه خاضها بالقميص الوطني، حيث احرز في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية 1960 3 أهداف في تونس والسودان، وفي البطولة العربية هدفين أمام الكويت والمغرب، وفي أفريقيا أحرز 3 أهداف أمام نيجيريا والسودان وأثيوبيا. في دورة الألعاب الأفريقية أحرز 3 أهداف أمام كينيا هدفين وأوغندا هدف، بينما أحرز مع الإسماعيلي في الدوري 30 هدف منهم هدف واحد بمسابقة كأس مصر، غير الأهداف التي أحرزها في القسم الثاني. وتدرج طبعا وكان نفسه ان هو امنيه حياته ان هو ياخد الدوري الممتاز في الممتاز، لكن معاه هو وبشجاعته وبقوته وبلعبه وبادائه طلعنا من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى وبدانا نلعب في الدوري الممتاز وادى معانا مباريات جميله. وبدات تبقى في ملحمه بين شعب الاسماعيليه وبين لعيبه النادي الاسماعيليه. فكنا مثلا نسافر دمنهور ويكون الاهلي موجود في الاسماعيليه هيلعب مع القناه، كل اسماعيليه تكون معانا في دمنهور او في كفر الزيات او في دمياط، وكنا نبقى رايحين بالقطر والقطر مليان جماهير. وكان المرحوم رضا دايما يقول عايزين نرجع الناس دي فرحانه. في نهاية موسم 61-62 انضم للنادي الأهلي بموجب الاستغناء القانوني الذي كان معه، وقامت ضجة كبرى. اعترى الجمهور وهو أي جمهور نقطة الضعف في حياة رضا الذي عدل عن قراره وضحى بمستقبله من أجل جمهوره وناديه، واستقبله الجمهور استقبال الأبطال. فابتدوا يلعبوا، بس هو كان شرط عليهم حاجة، إن هو ياخد استغنى معاه جاهز، لما يحب يمشي من النادي يمشي. وبعدين بعد كده فعلا الاستغنى دوت ده الاهلي، وكانت ليه حدوته. لما اتنقل رضا وخد استغنى من النادي الاسماعيلي وانتقل للنادي الاهلي، والجماهير الاسماعيليه طبعا لحبها وعشقها للنادي الاسماعيلي رفضت القرار ده رغم انه اخذ استغنى رسميه، وحصلت البيت اللي احنا واقفين حواليه ده والمنطقه دي لغايه ما رضا الله يرحمه رجع في الكلام، والنادي الاهلي وافق ان هو يرجع النادي الاسماعيلي، ورجع رضا فعلا النادي الاسماعيلي واستمر مع النادي الاسماعيلي لغايه ما توفاه الله. ورضا ده كان اسطوره كبيره جدا وموهبه رائعه جدا. فبعد المشاكل حصلت فرضا راح وقع للنادي الاهلي. ففي يوم قال كابتن صالح سليم انا مش مبسوط وانا مش عايز العب للاهلي، انا عايز ارجع اسماعيليه، وكان ماضي للاهلي. صالح سليم راح لكابتن مختار التتش
وقال له يا كابتن رضا مش معانا ومش هيبقى معانا ومش عايز يبقى. التتش قال له احنا مش هنقدر نلعبه يعني غصب عنه. صالح سليم خد كابتن رضا في عربيته ورجعه الاسماعيلي. وتم تعيينه بمجلس المدينة بمرتب 20 جنيه حتى تدخل المحافظ الفريق محمد حسن عبد اللطيف وسافر للقاهرة وعاد بوظيفة مساعد بالقوات الجوية للفنان رضا، ولكن شبح الإصابة ظل يطارده حتى سافر في 18 مايو 1963 لإجراء جراحة ليعود إلى الإسماعيلية بعد 25 يوما فيجدها تفتح ذراعيها لاستقباله بالورود والزينات والأغاني والأنوار، مما كان له فعل السحر في نفس رضا فعاد يبهر الجميع بسحر ألعابه. الجماهير كانت بتستقبله مع كل فوز بالتهليل، وطبعا لانه لعيب ليه تاريخ. طبعا ده اي حد يتمنى يلعب في نادي الاسماعيلي ويروح اسماعيليه يشوف الدراويش رضا وشحته والعربي، شوف العمالقه دول. ما كانش بيقول عايزين نكسب عشان ناخد مبلغ كذا او ناخد مكافأة كذا، كان كل تفكير الكابتن رضا ازاي نكسب عشان الجماهير دي ترجع مبسوطة، وكنا في معظم الاحوال بنرجع الناس مبسوطين. ويعد موسم 64-65 من أفضل مواسم الفنان رضا في تاريخه الكروي، حيث استطاع أن يرد إلى الإسماعيلي اعتباره عقب الفوز على الأهلي ب4 أهداف مقابل هدفين، وذلك على خلفية الهزيمة الثقيلة أمام الشياطين الحمر بعدد كبير من الأهداف. وظل رضا يتألق ضمن صفوف الإسماعيلي حتى موسم 64-65، والذي استطاع خلاله أن ينقل الإسماعيلي من فريق عادي إلى مصاف الأندية الكبرى وقاهر أندية القمة. لم يحرز محمد حسن مرسي حسين رضا ساحر الكرة المصرية خلال مشوار مع النادي الإسماعيلي أي هدف في مباراة وخسر فيها الإسماعيلي أو حتى تعادل فيها الفريق باستثناء مباراة واحدة أمام فريق السواحل وقتها حرس الحدود انتهت بالتعادل بموسم 1964. وكان ليه شخصية غير الشخصيات كلها، كان كابتن بمعنى الكلمة، الجميع كله كان بيستمع له حتى لو كان قال قرار خاطئ كلنا بنطيعه ومحدش فينا يقدر يقول له لا. حتى كمان الكابتن بتاعنا كابتن شحته الله يرحمه كان بيطيع برضه الاوامر معاه. رضا وشحته يعني ده ايه دويتو اتعمل في الوتو الكروي بقى باسمهم على مدار التاريخ لحد دلوقتي، الدويتو بتاع رضا وشحته اللي هم ازاي اتنين متفاهمين لهذا الحد. فراح النادي الاسماعيلي وكان هو يعشق الكوره جدا، كل ماتش لازم يروح ويدخل مع محامي كبير دلوقتي في اسماعيليه اسمه الاستاذ محمد ابو العلا، ياخده كده بين حضنه، كان معجب بيه قوي بلعبه وياخده معاه يفرجوا الماتشات. وفي 24 سبتمبر 1965 لعب رضا مع الإسماعيلي في مباراة تكريم رأفت عطية والتي اشترك فيها ستانلي ماتيوس ساحر الكرة الإنجليزية في ذلك الوقت، وقدم رضا فصلا من أجمل فنون الكرة وأحلى نمرة في سيرك الدراويش وأحرز هدف للإسماعيلي، وانتهت المباراة 1-1 ويسافر بعدها للإسكندرية. رضا بعد ماتش الزمالك كان سافر اسكندرية، وهو راجع من اسكندرية عربية سجاير ضربته، فتح الباب عشان ينط. فده كان يوم لو أقول إنه مثلا مصر، إحنا أولا الدوري وقف أسبوع عندنا في نادي الإسماعيلي. وفي طريق العودة لإسكندرية يوم الثلاثاء الحزين في 28 سبتمبر 1965 ومع صديقه الملازم إيهاب علوي انحرفت سيارة نقل جهته فانقلبت سيارة رضا وفتح الباب الملاصق لرضا فطار في الهواء على بعد كيلومتر من مدينة إطاي البارود وتم نقله للمستشفى، ولكن روحه الطاهرة صعدت إلى بارعة على إثر ارتجاج في المخ وكسر في عظمة الزور. ويومها خرجت الإسماعيلية عن بكرة أبيها تحمل نعشي على الأعناق كما حملته وهتفت له عند النص حتى وري جثمانه إلى مسواه الأخير في مشهد مأساوي ومهيب وسط حزن كبير وقتل من الجماهير لتطوى صفحة ناصعة لأعظم من لعب الكرة على الإطلاق في مصر. وشاهد نفس المكان حادث آخر اللي هو الجنازة بتاعته اللي كانت أكبر جنازة شهدتها الإسماعيلية، ومن الشارع من هنا لغاية الجامع العباسي. ورغم مرور سنوات طويلة على رحيله أنا ما أقدرش ما نمشي من غير ما أفتكره، كل الوقت بفتكره، ولا زالت الصورة دي في جوايا وفي قلبي، ومش قادرة أقول لحضرتك يعني أثر قد إيه، مش فيا أنا، في إسماعيلية كلها وفي البلاد. ده أنا رحت اسكندرية أشتري فاكهة من محل فكهاني، لقيت صورة بعرض الحائط عليها المرحوم رضا،
يعني ناس لحد النهارده ازاي بتفتكروا، يعني في بورسعيد، في اسكندريه، في كل مكان، في البلاد العربيه. كنت في الحج، كان الناس في السعوديه ذاكرينه واحتفلوا بينا لما عرفوا ان انا اخته. وعقب تشييع الجنازة حضرت عدد من الوفود من القاهرة والمحافظات الأخرى يمثلون مختلف الأندية لتقديم واجب العزاء، حيث كانت أول الوفود التي وصلت الإسماعيلية من نادي الزمالك برئاسة محمد حسن حلمي زمورة، كما حضر السير ستانلي ماتيوز لتقديم واجب العزاء. برغم ان هو رضا أثر في حياته، حتى في بعض المباريات كان بيدور على رضا جوه الملعب، الجمهور كان بيهتف له رضا مات يا شحتة، بس هم تعهدوا ان احنا حلم حياة رضا ان هو ياخد الدوري. وفي اول مباراة الاسماعيلي بعد رحيل رضا كانت امام السويس، وعندما استلم شحتة الكرة ظل واقفا لمدة طويلة يبحث عن رضا، فقالت له الجماهير بتدور على مين يا شحتة؟ رضا مات، حيث ظل اداء شحتة متاثرا برحيل رضا طوال مسيرته الكروية. رضا وشحتة يعني ده ايه؟ دويتو اتعمل في الوتو الكروي بقى باسمهم على مدار التاريخ لحد دلوقتي، الدويتو بتاع رضا وشحتة، ان هم زي اتنين متفاهمين لهذا الحد. من اشهر اقوال رضا للصحافة المصرية ان اللاعب لا يلعب لنفسه فقط ولا للمسؤولين عن ناديه، ولكن يلعب لجمهور ناديه. ما كانش بيقول عايزين نكسب عشان ناخد مبلغ كذا او ناخد مكافأة كذا، كان كل تفكير الكابتن رضا ازاي نكسب عشان الجماهير دي ترجع مبسوطة، وكنا في معظم الاحوال بنرجع الناس مبسوطين. الجماهير كانت بتستقبله مع كل فوز بالتهليل، وطبعا لانه لعيب ليه تاريخ. صحيح ان فريق الاسماعيلي امكانياته ضعيفة، لكن ميزته الوحيدة هو قدرته على اللعب الجماعي البعيد عن الأنانية، وهذا هو السر الذي يمكنه من الفوز في مباريات أمام فرق أقوى منه. المدافع الوحيد الذي أخشاه هو الإسناوي ظهير اتحاد السويس المظلوم، وهو ظهير ممتاز يلعب برجولة وجدية. أما عن أحسن مهاجمين في مصر فهو في رأيي نصف الآخر شحتة، هو أحسن مهاجم ولاعب يبذل مجهود كبير، لكن عيبه إنه بيزهق بسرعة. ومصطفى رياض هو الآخر مهاجم ممتاز يعجبني مجهوده ولعبه، وكذلك الشاذلي. قالوا عن موهبة المرحوم رضا وعن وفاته: مختار التتش، رضا لاعب كبير من طراز يندر تكراره في الوقت الحاضر. ستانلي ماتيوز ساحر الكرة الإنجليزية، إنه اللاعب الوحيد الذي أثار إعجابي طوال مباراة الزمالك والإسماعيلي، ولاعب فنان فمستوى لا يقل عن مستوى أحسن لاعبي أوروبا. عبد الكريم صقر، كان يسعدني أن أجد في رضا اللاعب الذي يشغل بجدارة مكاني ومكان الدزوي في فريق الأهلي، بل أحسن مني ومن الدزوي. الديبة لاعب الاتحاد ومنتخب مصر، الكرة خسرت فنانها الأول، مسكينة كرة القدم، فقدت صاحبها وعاشقها وفنانها الأول، فقدت من كان يداعبها ويلطفها، فقدت من كان يعرف سرها ونجواها. التيجي مدرب الأولمبي السابق، فقدنا أحسن لاعب في مصر. عماد أمام، كنت أسمع عن الحزن ولا أعرف حتى صدمني الخبر الأسود، عرفت لأول مرة في حياتي معنى الحزن والحسرة، وأعتقد أن حزني عليه سيطول ويمكث في قلبي دهرا طويلا. الشاذلي، إن الفجيعة في رضا كإنسان أكثر منها فيه كلاعب. طه إسماعيل، وفاة رضا صدمة عنيفة لنا نحن اللاعبين، نحن الذين عرفناه أخا رحيما وصديقا وفيا وزميلا، لا تعرف الأنانية إلى قلب طريق الكارثة مدمرة لنا مدمرة. وقال الناقد الرياضي حسن المستكاوي إن وفاة رضا في هذا الحادث جعله أسطورة، مشيرا إلى أن الطريق الذي مات فيه كان سببا في حوادث تعرض لها لاعبون آخرون، حيث مات لاعب الإسماعيلي الأسبق محمد حازم، والسباح زيتون الذي كان أحد أبطال السباحة في مصر.